حرم الله قتل الروح، جعل عقوبة القصاص، اكتبوا، جعل عقوبة القصاص، جعل عقوبة الدية، إن يعني حرم قتل ولد البنات، حرم قتل الأولاد بسبب الفقر. زمان تكتبوا الصفحة الحق في الحياة، يقول الحق في الحرية، إن الإسلام جاء وحرر العبيد، إن الحرية أكرم وأغلى ما في الإنسان، إن الله عز وجل وضع ما يسمى إعطاء الزكاة للرقيق العبيد يشتروا حريتهم. وقال عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إذا الحقوق لابد من شرحها وتفصيلها، ولا يكتفي التلميذ بجملة وجملة. أنا أقول لكم ليه يحب يعني يدي نقطة أكثر من 15 يأخذ بعين الاعتبار ما ذكرت. نذهب إلى الملف الخامس، لأن الحقوق يكفي أن يقرأها التلميذ قراءة ويرى إلى الشواهد. عندنا 3 دروس تمشي معا ودرس مختلف وهو علاقة المسلمين بغيرهم، والدرس الآخر يشمل 3 وهو النسب والكفالة والتبني. نبدأ ب3 هذو الأهم. 3 هذو كاين تعريف الحكم والحكمة والجنيان، التبني والكفالة، واحد حرام واحد سنة. الحرام هو التبني والسنة والكفالة. التعريف: الكفالة من حيث اللغة هو الالتزام، أما من حيث الاصطلاح هو الالتزام بحق على ذمة الغير مضمونة، أي تلتزم تعطي له الحقوق لهذا الطفل، التزام بحق ثابت على ذمة الغير. هذا احفظوا، هذا التزام الكفالة عفوا، التزام بحق ثابت على ذمة الغير مضمونة، حكمه سنة. الدليل القرآن: وكفلها زكريا. الحديث: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. الحكمة هو أن ننقذ الأطفال من الضياع، أن يجدوا مكان الرحمة، أن نربيهم تربية صحيحة، أن ينفعون في المجتمع، أن يؤجر الإنسان عند ربه، طريق لدخول الجنة. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، طريق دخول الجنة. هذه هي الحكمة. التبني لغة والادعاء، أما اصطلاحا هو أن يدعي الإنسان ويعطي يعني نسبا لولد غيره وليس ولده، ويعتبره كالولد الشرعي ويعطي له جميع الحقوق. هنا ولو غيرت قليل التعريف، المهم أن يشمل على أمور هذه، هو أن يعني ينسب الرجل ولد غيره لنفسه ويعطي له جميع الحقوق الشرعية من النسب والميراث وغيره. حكمه حرام في الشريعة الإسلامية، حرام التبني. الدليل من القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هي سهلة: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. 4 كلمات. هذا من حيث القرآن. من حيث الحديث: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين. من ادعى لغير أبيه، الرسول قال فلعنة الله عليه. الحكمة: لماذا حرام؟ لأن فيه الكذب، فيه خلط في الأنساب، نسب، هذا يما ماشي يما، خلطو ماشي خلطو، تختلط، تولي تزوج مع خدوك وما تعرفش، اختلط أنساب. 2 خلط في الأنساب. 3 خلط في الميراث، يولي يدي الميراث، يدي حق تاع اختو الحقيقية، تاع يماه، تاع باباه. خلط في الميراث، نظام الميراث. إذا 3 أمور لماذا حرم الإسلام: أولا فيه الكذب، 2 خلط في الأنساب والنسب وإلى غير ذلك، 3 خلط واعتداء على نظام الميراث. 3 أمور. هذا إذن في كاين ملاحظتين. جاءت ملاحظة في التبني: إذا كان مثلا يقول لك واحد كلمة دين ماشي، فالوصية جاءت وصية، أعطي له دراهم بالوصية. شرع الإسلام الوصية لكي
نقدم ما نريده لليتيم. وصيه وصله ماشي حتى تعطي له الاسم تاعك، وصله. اما في الدنيا الهبه، اعطي له الهبه. اما في قضيه كذا الكفاله، كي يجي طفل وعندك الاولاد افضل ان ترضعه باش يدخل داخل ما يسمى الاسره، يولي يعني يقدر يعيش مع الاخت من الرضاعه، يولي مع اخوه من الرضاعه. فالرضاعه اذا قيل لكم ما هي الوسيله التي تعالج مشكل يبقى الطفل الذي نتكفل به داخل الدار، قولوا جاء الاسلام وشرع ما يسمى الرضاعه، فيصبح الاولاد هذول كلهم محرمين من الرضاعه من حيث الاناث. طبعا هذا من حيث التبني ولو النسب. قال نسب لغه يعني انسب شيء، والحاق ان نلحق شيء. الحاق والمشاهده تاعي، الحق هو بنفس، الحاق شيء بالنفس. اما النسب هو الحاق الولد بوالده بزواج شرعي، الحاق الولد بوالده بزواج شرعي. من بعد يقول لك ما هو سبب النسب؟ كاين واحد سبب انتبهوا، لان قديما يقولوا ثلاثه خلاص نحول هذاك المشكل. السبب واحد في النسب هو الزواج المشروع الذي فيه الاركان والشروط كالولي والشهود والصيغه والى غيره. الزواج الشرعي. الطرق اثبات النسب، طرق كاين. اولا الطريق الاول، ما هو الطريق الاول؟ كنا نحن على ان الزواج له سبب خلاص. كاين طرق الان اثبات النسب. كاين ما يسمى البينه الشرعيه وهو شهاده رجلين اثنين. كاين كذلك الاقرار، ان يقر الانسان يقول هذا ولدي وعندي كذا، الاقرار البينه الشرعيه الاقرار. كاين وثيقه، هذا عاودوا اكتبوها باش ينسى، وثيقه عقد الزواج. وثيقه عقد الزواج ما كتبش اليوم، انا قلت له يكتبها، ممكن ما كتبتهاش حتى. وثيقه عقد الزواج ما يسمى عندي يعني الوثيق ولا البلديه كذا وثيقه. رابعا البصمه الوراثيه. البصمه الوراثيه وهو تحليل الحمض النووي الاديان، تحلل تثبت انه ولدك اذا كان قالوا لك ماشي وليدك. اذا كاين اربعه: البينه الشرعيه، الاقرار، الثالثه قلنا شنو؟ الوثيقه عقد الزواج والبصمه الوراثيه. اربعه. حق الطفل مجهول نسب، واش عنده؟ عطوها السنه الماضيه. حق الهويه، الاسم، الاخوه، الكفاله، الرعايه، هذه هي حقوق الطفل مجهول النسب. الطفل مجهول النسب. نوليو الدرس الذي خليناه وهو علاقه المسلمين بغيرهم. اولا كاين ما يسمى بعض مفاهيم في اختلاف الدين، بعض مفاهيم في اختلاف الدين، وهي اعطيناها في الباكالوريا التجريبي، وهي اربعه. المسلم يجب يفهم، المسلم يفهم ان الانسان مكرم مهما كان دينه، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني ادم. اثنين: المسلم مكلف ان يدعو ولا ان يحاسب، وما على الرسول الا البلاغ المبين. ثلاثه: المسلم لابد ان يؤمن ويعتقد ان الكفر كائن بمشيئه الله، ولو شاء الله لجعل الناس امه واحده. رابعا: المسلم مكلف بالعدل مع غيره ولو كان غير مسلم. أربعة: المسلم إذن احترام الكرامة. اثنين: المسلم يدعو ولا يحاسب. ثلاثة: المسلم يؤمن أن كل شيء كائن بمشيئة الله، إذا كفر لأن الله أعطى له الحرية. رابعا: المسلم مكلف بالعدل مع الغير، يعدل مهما كان دينه. أربعة. من بعد وش كاين أسس العلاقات أربعة. كاين إذن أولا التعارف، التعايش، التعاون، العلاقة الاجتماعية. نعود كاين تعارف، تعايش، تعاون، علاقة الاجتماعية. أما التعارف لقوله تعالى وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تعايش: عاش، نجيب لكم الأدلة شواهد، عاش المسلمون مع اليهود في المدينة. اثنين: عاش المسلمون مع اليهود في المدينة. ثلاثة: أعان الرسول بإعادة
مسلمين، يعني ما رجعوا مسلمين. نعاود الدليل، أعان الرسول إعادة بناء الكعبة مع المشركين. 3. 4. العلاقات الاجتماعية. كان الرسول انظر يحترم الإنسان كإنسان، الإنسانية، علاقة الإنسانية. كان يحب قومه رغم أنهم مش مسلمين، قومه مثل عمه أبو طالب، كان يعرف أنه من قومه. علاقة القومية، علاقة النسب والقرابة، فكان يقول لهم إن الأقارب أولى بالمعروف. 4. علاقة الجوار، فكان الرسول يحسن مع جاره اليهود. أعطيت لكم العلاقة 4 يدخلوا في 4 بوا: العلاقة الاجتماعية، العلاقة الإنسانية، القومية، القرابة والجوار أو الجار. 4 هذا. حقوق غير المسلمين في بلد الإسلام: حرية العقيدة، حرية العقيدة. 4 ضرورة حرية العقيدة. 1. 2. حرية بعد العقيدة ولا المعتقد كيف حرية العمل، فعليه أن يعمل عمل جائز. حرية الضمان، وقد قلنا أن عمر وقد ضمن يهود. حرية الضمان، حق حرية يعني حق الضمان. حق آخر ما هو حق آخر؟ كاين 5 واحد نحاول. كاين نعم كاين حق تولي الوظائف غير الوظائف الدينية، أن يكون مثلا في الثقافة، أن يكون في الأسرة، أن يكون في الإعلام، ويعني كاين ما يسمى في القوانين يمكن يكون فيه هذه يعني تولي الوظائف. أما واجبات غير المسلم هو احترام الدين الإسلامي، أو يعيش في البلد الإسلامي، احترام قوانين البلاد. 3. دفع ما يسمى بالجزية أو ضريبة معينة لكي ندافع عنه. كاين حق نسيناه وهو حق الحماية، حق الحماية، وهو علينا أن نحمي نفسه، لا يعتدي عليه أحد، أن نحمي عائلته وعرضه وماله. 3. النفس، العرض والمال، ويقول يكتب لي حق الحماية. وهنا كاين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة. من ظلم معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة. هذه هي الملفات 5 تقريبا. الآن الملف السادس، خطبة حجة الوداع مستبعدة، ولكن إذا جاءت فيه ما يسمى المناسبة. قالها الرسول 9 شهر 10 سنة، 9 ذي الحجة 10 من الهجرة، 29 10 ما تقلها 19 وشنو 9 الشهر ذي الحجة وشنو 10 الهجرة. سي طريقة سلافة أين؟ فوق جبل عرفة، فوق جبل عرفة. هذه الخطبة شاملة لكل الدين، فيها حفظ النفس، فيها حفظ العرض، تحريم الربا، فيها على الأسرة، فيها حقوق الزوجين، فيها مبدأ الأخوة بين الناس، كل الناس من آدم، يعني شملت الدين الإسلامي بجميع مبادئه. هذا ما يتعلق بخطبة حجة الوداع. ملاحظة في الملف السابع. الملف السابع: إذا جاءت بعض المعاملات الجائزة ما حكمتها؟ بيع الصرف، بيع المرابحة، بيع مثلا التقسيط. نقول حكمتها: أولا رفع الحرج عن الناس، هذا مهم، هذا الدور، رفع الحرج عن الناس، التيسير في المعاملات، التيسير ييسر الناس. 3. طريق كسب المال بالطريق الحلال، الباحة عن طريق الحلال. هذه هي الحكمة من تشريع هذه المعاملات، سواء الصرف أو التقسيط أو ما يسمى بالمرابحة، البيوع الثلاثة. أما الربا نزع بعض العناصر منه كمراحل تحريمية، نزع قواعد استبعاد الربا، بقي التعريف وهو الزيادة في اللغة. أما اصطلاحا هو زيادة أحد البدلين على الآخر دون أن تقابل تلك الزيادة عوض. هذا هي تعريف تاعو اصطلاحا، هو يعني زيادة أحد البدلين عن الآخر دون أن تقابل تلك الزيادة عوض. يعني تعطي له 1 مليون ويرجع لك 1,200,000، 200 هذيك لا تقابل شيئا، هذه هي، هذيك الزيادة هي الربا. أما حكمه حرام
قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. أما دليله من الحديث لعن الله آكل الربا وموكله. أما الحكمة للتحريم أكل مال الغير بغير حق، يعني الشحناء والبغضاء بين الناس، وهو وسيلة لاستغلال حاجات الناس. رابعا يعني حكم كثيرة في تحريم الربا. أما أنواع الربا نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو الذي عرفناه ويتفضل أحد الآخر. أما ربا النسيئة فهو الوقت أن ترجع له أكثر بسبب الوقت، يعني الوقت هو الذي سبب تحريم الربا النسيئة. وقد جاء حديث خصيصا في ربا النسيئة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. إنما الربا في النسيئة. هذا لابد أن يقرأ. إذا أتينا تقريبا على كل البرنامج بالتقريب، ما نقولوش يعني 100%، نقولوا 80%. هناك امور يعني تركناها عمدا لانها سهله. المهم الملاحظات المهمه. الان نختم يعني هذه الجلسه المباركه ان شاء الله باش ربي يوفقكم كل الجميع ببعض الملاحظات. اولا لابد التلميذ ان يختار موضوعا السهل، واذا كان بين الحديث والايه اختر الحديث أفضل من الآية. ماشي الآية يعني من حديث، الآية أفضل من الحديث. نتكلم عن الموضوعين، يعني اختيار موضوع الحديث أولى من اختيار موضوع الآية. اثنين، لابد من يعني بيان العناصر. ماشي تشوفها كذا في بعض الأحيان حتى اللي يصحح ما يشوفونا الحكم، لا صوتي الليني اكتب العنصر الأول ثاني صوتي الليني وسخ لا ضرب باش دواليا كتصحيح هذه الفيصل هذو كدير البراند الا وين داخل كل عنصر وحده عنصر ثلاثي. الامر الاخر كي تشوف بلي مثلا يمكن تزيد بعض الافكار خلي المكان ولو ما كملش معليش خلي المكان بالك راه ديرني تفكر حادث كل عنصر خلي له شويه ماشي يكمل هكذا كمل وتزيد لا كل حاجه خلي الورقه هذيك قسمها كاع الورقه قسمها بريمير دوزيام خلي هذه من حيث يعني الاستراتيجي كيفاش تجاوب. الامر الثالث انا قلت لك الشواهد لا تكتفي بما درست ثقافه عامه تعرف ايه ديرها تعرف حديث ديرو خاصه الاحاديث خطر ولو كان خلط شويه معليش وين المعنى صحيح فلا تكتفي بما في الكتاب والكراس وما في القسم ثقافه عامه. هذا ذكرته في البداية. إذا جاء سؤال تحدث فلا بد أن يكون فقرة عريضة محددة بالشواهد بالتعاريف بالأنواع بالأقسام إلى غير ذلك فلا بد. هذه يعني من حيث يعني بعض من الملاحظات في التعاريف عود حضور ما ذكرناه عود حد التعاريف لا تغيروها. الشواهد من القرآن لا تغيروها لا تحرف الآيات. الأحاديث افهمها وانتهت القضية ولو غيرت معليش لا تغير فقط المضمون والموضوع الذي يتحدث عنه الحديث. هل هناك سؤال ولكن بهدوء ننظر ربما تلميذ ذكرنا ما نسينا. نعم سمعوا لكم سؤالين ولا ثلاثة نختموا بها الساعة. نعم تكافل شكرا للتلميذة التكافل الأسري والتكافل الاجتماعي. التكافل الأسري أي أننا نساعد الزوجة في الحالات الخاصة لأن التكافل هذا مش تعاون تكافل كالمرض والحمل والرضاعة وإلى غير ذلك نساعد المرأة في الحالات الخاصة كما كان الرسول يساعد أزواجه في أمور البيتية. أما التكافل الاجتماعي أي إذا كان هنالك مثلا فيضانات وزلزال والفقر فنساعد هذا هو التضامن داخل المجتمع. نعم لا بيع التقسيط قال في الميدان الفرق بين الربا ما يقولوش هذه الأسئلة يعني دقيقة هذه زيادة من المعلومات. التقسيط هو سلعة
تدفع ثمنها يعني اوقات معينه. اما ربا الفضل فهو نفس الشيء نزيدوا له، ماشي كيف الاموال اون بليس، هي اموال ماشي سلعه اصلا، هي اموال ما راهيش سلعه. في مؤمن نعطيك مليون تقول لك اعطيني فلوس، نعطيك الشكاره تاع السميد تاع 100 كيلو تعطيني 120. المهم بارك الله فيكم. ان شاء الله تجيبوا الباك كلكم، ان شاء الله يوفقكم، ان شاء الله نفرحوا بكم ان شاء الله، ودعونا ان شاء الله بالخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.